كان في تاجر بيعدي على سيدنا عمر على طول، كل ما ينزل المدينه يعدي على سيدنا عمر، يقعد معاه صديق شخص، يقعد مع امير المؤمنين ويمشي زي ما يخلص تجارته. فجه في يوم ما جاش، سنه ما جاش، سيدنا عمر سال عنه، فلان الفلاني فين؟ قالوا يا امير المؤمنين قد حدث له ما يرثى له. ايه اللي حصل له؟ قالوا يا امير المؤمنين خاض في المعاصي، فبيعمل معاصي كده وبقت حالته صعبه جدا وبقاش، فبقى لما جه تاجر اتكسف منك، اقعد مع عمر بن الخطاب وانا بالمعاصي دي، فما رضيش يقعد معاه وراح واخد بعضه ايه، وقام ما جالكش السنه دي. راح سيدنا عمر كاتب ايه؟ سؤال، خطاب: اما بعد فاني احمد اليك الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير والسلام. فلما وصل الخطاب الى التاجر نظر اليه وقال: والله ان الله عز وجل قد تهددني ودعاني. قال غافر الذنب، فكان ربنا بيقول لك تعالى اغفر لك، ما انا غافر الذنب، يبقى اولى واحد يجيني مين؟ اصحاب الذنوب، صح؟ فكانوا بيدعوك بالكلمه دي، تعالى لي وانا اغفر لك، بس قول لي اغفر لي. وقابل التوب يقبل توبتي اذا تبت وخلاص ومش هيسالني على اللي انا عملته كمان، يمحوه من صحيفتي او يكثره لي بالحسنات. بس مع ذلك لو ما جتش شديد العقاب ذي الطول، يوصل لك العقاب لو في بطن امك يجيبك سبحانه وتعالى. شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو ورايح له اليه المصير. راح الراجل تاب وبكى واناب وحسنت سيرته وجاء الى عمر وحدثه بما حصل، فنظر عمر لاصحابه وقال: هكذا فافعلوا باخوانكم اذا عصوا الله وندوا. اذا بعد اخوك اعمل معاه كده.